ايه هي الحادثة اللي حصلت هنا يا فندم؟ ومستعجل ليه؟ ما انا هحكي لك على كل حاجة. الاول شوف الصور ديت، دي احدث صور ليا. الصور؟ قبل ما اعرف ايه هي الحادثة يا فندم. كان في محاولة لخطفي. منهم اكلت لحوم البشر، عارفهم انا. ما كانوش من اكلت لحوم البشر. عصابة يا فندم كانت عايزة تخطف حضرتك وتطلب الفدية. ابدا. بس عرفت يا فندم. هي ممثلة غيرانة منك وهي اللي دبرت الخطة، مش قادرة تستحمل المنافسة الشريفة. لا وغلاوتك. امال ايه يا فندم؟ مين اللي كان عايز يخطفك؟ ومستعجل ليه؟ لسه هنشرب حاجة سخنة وحاجة باردة وهحكي لك على كل حاجة. ربنا يخليكي، انا من زمان ما حدش حكالي. ايه ده يا ابني ده؟ ايه ده؟ حادثة خطيرة زي دي تكتبها لي في 3 اسطر؟ يا دوب يا فندم، الحكاية ما فيهاش خطف ولا حاجة. ده تلميذ في الاعدادية بعت لها جواب قال لها انا عايز صورة، ولما اذا كنتيش هتبعت لي الصورة هخطفها. حكاية هايفة وست اهيف. شوف يا ابني، انا المرة دي مش هكون قاسي عليك، لكن هديك الدرس الاول في الصحافة. انا عايزك بقى تكتب لي بالبنط الكبير: محاولة اختطاف نجمة الاغراء الكبرى أميرة قمر. بعدين بالبنط اللي اصغر منه: ضباط المباحث ومعهم اجهزة الرادار واللاسلكي يراقبون منزل النجمة. هايل 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 جدا. المجرم وبيده سكين يدخل باب العمارة. مفاجأة لرجال المباحث انه المجرم الخطر المسجل عنتر الاشرم. لا بلاش الاشرم دي في عرضك، بلاش. الصحافة تلتزم الحقيقة. ايوه يا فندم، انا فهمت اللي بعد كده. المجرم تلميذ في الاعدادية، فاشل وساقط 3 سنين. ممتاز، انت ممتاز. عندما امسك به رجال المباحث رأته النجمة بعد ان زال عنها الذعر والخوف ورق قلبها له. مش معقول، انت عجبني، مش معقول. تقدمت من كبير الضباط وبصوت حنون وقلب يرجف قالت: سامحة عشان خاطري أزابط. يخرب بيتك يخرب بيتك، انت طلعت لي منين؟ انت بتفكرني بشبابي، انت مكسب كبير جدا لهذه المجلة. دموع البريئة تنساب من على خدي التلميذ ويعدها بأنه يذاكر ليل نهار وينجح ويحصل على مجموع 96% من منطقة شرق القاهرة التعليمية. يا عبد الرازق،